بعد القرار الأخير اللي دارته وزارة الداخلية تاع منحة السفر والإجراءات الجديدة اللي دارتهم. قال لك من بين الإجراءات أنه لازم يكون عندك حساب بنكي باش تقدر تدي منحة السفر. يعني حساب البنكي تاعك أو تاع الوالد تاعك تقدر تخرج به، أو تاع الوالدة، أو تاع خوك أو الزوجة، المهم واحد من الأصول تاعك، واحد من العائلة تاعك. اليوم جبنا لكم الملف باش تحل حساب خاص بمنحة السفر بالنسبة للناس اللي يخدموا، اللي عندهم استاسيون طرافاي ولا لي فيش دو باي. الواحد تجيب نسخة من بطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر، وبطاقة التعريف البيومترية الأصلية، وتجيب معك شهادة الميلاد وشهادة الإقامة أقل من 6 أشهر، وزوج صور شمسية، وتجيب مليون، وتجيب شهادة إثبات الدخل اللي هي كشف الراتب أو تاع المتقاعدين، يعني جماعة البطالة غير مقبولين. وبالنسبة للتجار أو أصحاب الحرف تجيب نسخة من بطاقة التعريف، وتجيب بطاقة التعريف البيومترية، تجيب شهادة الميلاد، تجيب شهادة الإقامة أقل من 6 أشهر، وزوج صور شمسية، ومبلغ 2 ملايين. يعني في التجار يدفعوا 2 ملايين. وشهادة إثبات الدخل اللي هي السيفان بليك مخلص العام تاعك تاع الضرائب، النيس والنيف، وشهادة نسخة من السجل التجاري، هذا باش تحل الكونت. والإجراءات والإجراءات باش دير لا إله إلا محمد رسول الله باش تخرج منحة السفر راهي هي. يعني ما تبدل حتى حاجة بالنسبة للإجراءات تاع منحة السفر. راك تدفع 3 أيام قبل، وفيها ريزرفاسيون تاع لوتيل، وفيها تاع الضرائب هذيك اللي تخرجها من تاع منحة السفر، وتخلص 12 مليون وتخرج. هذه هي الإجراءات الجديدة اللي دارتها الدولة الجزائرية. يعني قال لك باش يحدوا من تهريب العملة. ما نعرف حنا القرار هذا كيفاش راهي تشوف فيه الدولة، اسكو مليح ماهوش مليح؟ أنا بالنسبة لي عجبني بزاف، لأنه في المعابر الحدودية الناس عاد تروح غير تخرج ويباتوا برا، ويباتوا قدام المساجد، ويباتوا يعني في فنادق، يعني حاشاكم حتى الإنسان ما يقدرش يرقد فيها. الدولة الجزائرية عطاتك 750 أورو باش تروح تبدل الجو.